اصعب حاجه تلقى راسك ما بين جوج ديال العوافي، ما بين السخط والرضا ديال والديك اللي كبروك وما خلاو ما داروا على قبلك ضحاو بالغالي والنفيس باش تقدر توقف وتكون راجل في الدنيا هذه، وما بين البنت اللي صبرات معاك ودوزات معاك الحلوه والمره بسبيل انها واحد النهار غادا تجمع معاك في دار وحده. وعلى عكس ما تعودتوه، صاحب القصه او المشكله ديال اليوم غيكون راجل وماشي مرأة، هو كيعيش واحد الحاله نفسيه اللي ماشي هي هذيك، وطلب مني انني نقدم القصه ديالو رجاء انكم ما تجرحوا فيه، ما تعيروه، ما تسبوه، لكن ممكن انكم تقدموا ليه النصيحه غتكونوا مشكورين. انا مروان، في عمري حاليا 32 عام. غنعاود لكم القصه ديالي اللي بدات شحال هذه ملي كنت مازال باقي صغير. انا ولد عائله مغربيه عاديه، انا الكبير في الدار في خوتي، من وسط 5 ديال الدراري كنت انا الكبير فيهم، ومن ورايا 2 خوتي دراري و2 بنات. الوالد ديالي كان حريفي، كان خدام يعني بالصنعه ديال يدو. ملي غتكون عندي 14 عام الوالد ديالي غادي يمرض وغادي يتوفى. ما كانش عندنا الامكانيات باش ديك الساعه غادي نمشي للكلينيك، يعني الوقت اللي مرض صافي بقات الام ديالي مقابله في الدار تداموا الامانه امانته. وداك الوقت كنت انا مازال كنقرا، والام ديالي اضطرات انها تخرج تخدم، كانت كتخدم في الوزينات، كتضرب تماره ديال بصح، وانا كنت كنشوف راسي ما عندي حتى شي فايده في ديك الدار. انا هو الدري الكبير، كنت كنحس براسي انا هو الراجل ديال الدار، كنت كنحس بالمسؤوليه من 15 عام انني انا اللي خاصني نوقف على ديك الدار ونخدم ونصير على الام ديالي وعلى خوتي. ولكن الام ديالي كانت رافضه الرفض كلي هاد القضيه، كتقول لي بلي لا خرجتي من القرايه من دابا وانت ما عندكش حتى الكاتريام ما غادي تخدم حتى شي حاجه، خيامك غتولي بحال باك الله يرحمه، انت خاصك تكمل قرايتك انت وخوتك. داكشي علاش كنت كنبغي ندير لها خاطرها، مع انني ما كنتش كنقرا مزيان، وكنت كنحاول نخدم ونعاون بداكشي اللي كنقد عليه. السبت والحد كنت كنمشي للسوق، كنشري الميكان بيعه، نشري كارو نبيعو، اللي كانت كنقلب فيها البيع كنحاول يعني نعاون واحد شويه بداكشي اللي قديت عليه. وفي الصيف اي حاجه نقدر ندخل منها الفلوس كنت كنديرها. وفي الوقيته ديال الصيف كنمشي للبحر كنبيع ونشري. صافي وصل عليا واحد الوقت وصلت للكاتريام، وصافي ما بقات القرايه كتدخل ليا لا من هنا لا تخرج من هنا، ما قديتش نشد الكاتريام، وتما غادا نمشي للتكوين المهني، ودرت تخصص ديال تقني في الكهرباء يعني تريسيان. وانا في داك التكوين وانا كنتعلم وكنمشي نخدم في اي وقت فراغ، وليت كنشد بريكولات وشويه بدات كدور الحركه، يعني الحمد لله. من بعد ما خديت الدبلوم ديالي قلبت على شركه باش نخدم فيها بوريقاتي وداكشي، ولكن والو ما لقيتش. داكشي كياخذوه غير بالمعرفه، وداكشي اللي كنت كندخل يلاه كيقد المصاريف ديال الدار والمصاريف ديال خوتي اللي كيكبروا قدامي وكيقراو. كان عندي هذاك هو الربح. الام ديالي ما كانش عاجبها الحال، كانت كتقول لي باللي خاصك دير شي حاجه باش تخرجنا من هذا الشيء، انت خرجتي من القرايه، خاصك تعاون خوتك. وفي هذا الوقت هذا كانت عندي 21 عام تقريبا. واحد النهار غنمشي نخدم واحد البريكول في واحد الدار، وكان عندهم واحد المشكل ديال الضوء، خدمت لهم الخدمه تقريبا ديال يومين. هاد السيده كانت غير مرا بوحده عايشه في الدار هي وبنتها، واللي فهمت منها ان الزوج ديالها ميت وعايشه غير هي وديك البنت. اما ولادها الاخرين فكانوا كلهم رجال مزوجين وعايشين بعاد عليهم. بنتها كانت في عمرها تقريبا 17 عام، وكانت كتقرا داك العام عندها الباك. باين عليهم ناس الله يعمرها دار، يعني حالتهم الاجتماعيه متوسطه، عايشين بداكشي اللي قسم الله. ومن بعد ما كملت لهم الخدمه غادا تهلا فيا في الخلاص مزيان، وصافي غنعطيهم النمره ديال التليفون اللي غادي يطلبوا ليا باش وقت ما تكون عندهم شي مشكل نجي نصيبوا لهم، حيت انا واخا كان عندي الدبلوم ديال الضوء يعني ديال تريسيان كنت كندير حتى حوايج اخرين. صافي مشات الامور هكا. وهنا الام ديالها غادا تجبد معايا الموضوع، وغتقول لي باللي بنتها عاودت لها على داكشي اللي وقع بنهار بيناتنا والموضوع الزواج اللي جبتو عليها. وغتقول لي شوف ولدي، اللي غنطولوه نقصروه، انا في هاد الدنيا ما خرجت غير ببنيه وحده، خوتها تبارك الله راه داروا ديورهم وداروا حياتهم، والعوينه الوحيده اللي بقات عندي هي هاد البنيه. باها مسكين الله يرحمه مات وهو كيوصيني عليها، كانت عزيزه عليه، كانت هي عينيه. انا ماشي غادي نشكرها لك حيت بنتي، ولكن ربي شاهد عليا. بنتي من اطيب خلق الله، حاجتها ما ديالهاش، ودرويشه حقها كتسمح فيه، ومتدينه وكتعرف بينها وبين الله، ما عندها لا صحابات، لا ما عندها لا مع دخول لا مع خروج. لكن انتي غديرها في عينك وغتهلا فيها وغتحافظ عليها.
انا راه ولدي راه نديرك انت في هاد العين وهي في هاد العين، انا نعاونكم تسوقفوا على رجليكم. ولكن اولدي الا كنتي مازال باغي غير تفلا ودوز الوقت، غير فرق عليك بنتي، راه ماشي ديال داكشي. انا في ديك اللحظه سكت، ما عرفت ما نقول، تبلوكيت، ما عرفت حشمه، ما عرفت خوف، ما عرفتش اشنو غندير. حاجه وحده اللي قلتها ليها، قلت لها شوفي خالتي، انا بنتك عجبتني بزاف، انا منين دويت معاها ما دويتش معاها ربي اللي عالم على نيتي، انا بغيتها لداري وبغيتها للحلال. حاجه وحده اللي قلتها ليها، قلت لها انا راه باقي ما واجدش، يعني غادا تصبر معايا واحد شويه باش نوقفوا على رجلينا. وانا دابا غادا ندوي مع الوالده وغنجبد معاها الموضوع، ولا كنتو موافقين راه غادا نجيو نخطبوها من عندك ونركبوا الخواتم ونتفاهموا على داكشي الاخر يجي مع الوقت. غير حاجه وحده خالتي خاصك ديريها في بالك، انا عمرني ما غنأذيها. صافي خرجت من عندها ومشيت للدار، والطريق كله وانا كنفكر اش غنقول للوالده. الوالده مازال طامعاني، مازال نخدم ومازال نطور من راسي ومازال نخرجهم من هذا الفقر هذا، وانا جاي غنفتح معاها موضوع ديال الزواج. وصلت للدار وجلست غير كنخمم، وهي تجي عندي قالت لي مالكاش كاينه اليومين، حالتك ماشي هي هذيك. وانا نقول لها، قلت لها ماما راه باغي ندوي معاك. قالت لي ياك ما كاين باس. قلت لها راه بغيتك تمشي تخطبي ليا واحد البنت. غير قلتها ليها وهي تضرب على فخاطها، قالت لي شنيا، واش كدوي من نيتك ولا كتفلى؟ وانا نقول لها هادشي امي راه ما فيه تفليه، اش من تفليه في الزواج؟ قالت لي واش انت ولدي باقا انت ما وقفتي على رجلك، باقي ما قادش على المصاريف ديال الدار وغتزيد تزوج، واش انت كتفلى عليا ولا كدوي من نيتك؟ وانا نجاوبها واش انتي سمعتي دابا شي زواج؟ حنا راه دوينا غير على الخطبه، نمشيو وندويو مع الناس ونخطبوا البنت ونركبها الخاتم باش ما يديهاش غيري. انا ديك البنت امي راه عجباني بزاف، ولا مشات تخطبها شي واحد وداها شي حد، انا راه غندير شي حاجه في راسي. وماما على فما كلمه وحده، لا هي لا، باقي عليك الحال انت، يلاه باقي ما قلتيش بسم الله في الدنيا، وباغي تغرق راسك بالزواج والدراري والمسؤوليه. عييت ما نحاول معاها، جبت مع هذا الموضوع شي 3 ولا 4 ديال المرات، والو، لا هي لا على لسانها. صافي دخلت في واحد الحاله نفسيه خايبه، وليت كنشوفها غير هي. وفي الظرف ديال السيمانه غادا نطيح شحال من كيلو تبانت ليا في وجهي، ما بقيت لا قادر نخدم، ما بقيت لا قادر ناكل لا حتى حاجه. هما ما عاودوش اتصلوا بيا حيت كيتسناو الاتصال ديالي، وانا غير جالس وساد عليا في بيتي. والام ديالي ملي شافني في هذه الحاله ولات كتقول لي ياك ما هادو داروا لك شي سحور، ياك ما قلت لها الوالده انا راه انا اللي مشيت عندهم ماشي هما اللي جاو عندي، وانا اللي تبعت البنت، والو الهضره ما بغاتش تدخل لها راسها. ملي شافت حالتي غير غدا وكتزاد، حتى دخلت عندي واحد النهار واحد العشيه قالت لي شوف نقول لك هاد الساعه غير الخطبه، انا غنمشي معاك ولكن ما تجبد عليا لا زواج لا عرس لا والو. انا من سمعت هاد الهضره عاد رجعت فيا الروح. ديك الساعه غنهز التليفون وغدا نعيط لامها وغنقول لها باللي نهار السبت راه غنجيو انا والوالده عندكم باش هي تعلم ولادها وتعلم اللي باغي يحضر معاهم الخطبه. صافي نض ديك الساعه مشيت للحمام وحسنت اللحيه ديالي وبديت نوجد شنو غنلبس، غنطير بالفرحه ربي اللي شاهد عليا. وبالفعل نهار الخطبه غادي يمشي معنا غير خالي ومراته وانا والام ديالي، وهذوك الناس كانوا كلهم الله يعمرها دار، كلهم ضاحكين وفرحوا بينا، وداكشي اللي وجدوه ما تخيلوش على البال. مع ذلك الام ديالي ما عجباش الحال، غير جالسه وساكته، واللي شافها غادي يفهم باللي هي ما موافقاش. وخالي غادي يخطبها ليا قدامهم وغيقول لهم على الظروف ديالي كامله، وغيقول لهم باللي انا راه واخا صغير انا راه هو المسؤول على الدار، وانا راه راجل ومسؤول، وعمرهم ما غادي يخافوا على اختهم معايا. خوتها في الاول كانوا متردين، بقاو كيسولوا فيه بزاف، بقاو كيهضروا معايا حيت بحال ما متاكدينش انهم يعطوا اختهم الصغيره لواحد اللي خدام خدمه اللي ما مضموناش. ولكن خالي غيأكد ليهم باللي انا انسان اللي عندي بزاف ديال الطموح، ومن صغري راجل وهاز عائلتي كامله. مهم غادي نديروا خطبه ديك الساعه وغيقراو الفاتحه وغنركبوا الخواتم. من بعد ما غنديروا الرؤيه الشرعيه بطبيعه الحال اللي غادا نشوفها فيها، ما نقولش لكم اخوتي ملي شفتها غادا نتسطى وغادا نحماق وما كرهش امتى نتزوجوا تجمعوا في دار وحده. من ورا الخطبه ولينا كنتلاقاو غير مره وفي الدار ديالهم، ما كناش كنخرجوا، عمرنا ما خرجنا انا وياها. كنت مره كنمشي عندها لدارهم بالحضور الام ديالها، وبيناتنا التليفون بطبيعه الحال. وكما قلت لكم دازت تقريبا المده ديال شهرين على الخطوبه ديالنا، زدنا تقربنا من بعضياتنا بزاف ولكن في حدود. وفي هذا الوقت هذا ماشي بوحدي اللي بقيت متعلق بها، حتى هي ولات متعلقه بيا وبزاف. هي في هذاك الوقت كانت كدوز البكالوريا، وانا كنت كنغير عليها وبلا قياس. ما كنتش متقبل الفكره انها كتخرج من الدار وانها كتمشي للقسم وتتعامل مع اساتذه وتتعامل مع يعني دراري في العمر ديالها.
داكشي علاش كنت ديما كندير معاها المشاكل على هذه المساله هذه، وكنت كنقول لها باللي نهار غنتزوجوا اصلا غتجلس في الدار. انا ما كنتش باغي المراه ديالي تخدم. حاولت تقنعني باللي خاصها تشد الباك ديالها، وحتى الام ديالها حاولت تقنعني، ولكن انا بينت لهم باللي الراي ديالي هو اللي خاصو يمشي. وفي صراحه صدموني لانهم في الاخر خلاو كلمتي هي اللي تدوز. والام ديالها كانت دائما كتجي في صفي. الحق يتقال، قالت ليها بصريح العباره: بنتي سمعي من راجلك، هذا هو اللي غادي يكون ظهرك، وهذا هو اللي غيكون كتفك اللي غتسندي عليه العمر كامل. وبالفعل هي كانت كتعتبرني راجلها، وديك الساعه غادا تنقطع على الدراسه وغتجلس في الدار. وفي هذاك الوقت كنا كنوجدوا العرس ديالنا، العرس اللي عمرنا ما حددنا ليه التوقيت، حيت بصريح العباره انا ما كنتش واجد. كان الفلوس اللي كيطيحوا في يدي، مع انني داك الوقت كنت كنخدم بزاف وكنت داير بالي مع الزواج. كنت كنخدم اكثر من القياس ديالي، والفلوس اللي كنحطهم كتجي شي مناسبه ولا شي حاجه في دارنا ولا شي حد كيمرض ولا الام ديالي كتحتاجهم وكنعطيهم ليها وكنرجعوا لنقطه الصفر. ومع ذلك عمرها ما قالت لي شي كلمه ولا نص كلمه، عمرها ما كلفتني. وحتى في المناسبات والاعياد كنت كنبغي نشري لها شي حاجه كادو ولا نعطيها فلوس تشري بهم شي حاجه، كانت كترفض وكتقول لي دوك الفلوس زايدين فينا، خزنهم وديرهم على دوك لي جامع، حيت هي عند بالها انا كنت كنحط الفلوس، حطهم على هذوك لي جامع باش واحد النهار غادا نحتاجوهم على قبل العرس ديالنا وعلى قبل المستقبل ديالنا. والصراحه ديال الله حتى الام ديالها عمرها ما قالت لي شي كلمه اللي ضراتني بها، كانت ديما صابره عليا، وعمرها ما حساتني باللي انا يعني مقصر من جهه بنتها ولا. وبالضحك باللعب غدا يدوز عام على الخطبه ديالنا، وانا مازال ما حاطش حتى 50% من المصاريف ديال زواجنا وداكشي اللي اتفقنا عليه نهار الخطبه. ما غاديش نكذب عليكم دابا ملي غنقول لكم باللي هذاك الوقت الله يسمح ليا انا تغريت. شفت دوك الناس كيفاش كيتعاملوا معايا، وشفتهم كيفاش دراوش وكيفاش الله يعمرها دار، وكيفاش متساهلين وعمرهم ما ضروني بشي كلمه وعمرهم ما حكروا عليا. وانا نتغر وحساب لي راسي راه انا زعما هو اللي كاين في ديك الدنيا، مع انني كنت كنبغي ديك البنت وكنحماق عليها وما باغيش نفلتها من يدي. وحتى هي صراحه ولات كتبغيني اكثر من القياس، وكان ولات كتسنى امتى نتزوجوا اكثر مني انا. مع ان الام ديالي ديما رافضاها، كتقول لي بلي انت خاصك دير المستقبل ديالك، ولا حتى تزوجتي خاصك تزوج بشي وحده اللي لاباس عليها باش تهزك وتهزنا حتى حنا معاك. مع ان الوضع الاجتماعي والاقتصادي ديال العائله ديال خطيبتي ماشي كانوا زعما فقراء، هما صراحه كانوا احسن منا. ومع ذلك الام ديالي دائما كانت دايره ليا في بالي هذه الفكره، وديما كتجبد معايا هذا الموضوع. كتقول لي باللي راه لا خديتي شي وحده بحالك غتبقى ديما انت وياها غادي اللور، خذ لك اولدي شي وحده اللي غادا تهز بك وتزيد بك لقدام. وكيف كيقول المثل اللحلحه غلبات السحاره، هذا الشيء اللي وقع معنا. بقوه ما الام ديالي كانت دائما كتجبد معايا هذا الموضوع وكتزيد وتعيد فيه. بدات شويه بشويه كتدخلوا لي راسي، خصوصا ملي جا واحد الجيران ديالنا عايشين على برا وجات معاهم بنتهم. الام ديالي ملي شافتها وهي حاطه عليها العين، مع ان ديك البنت كانت كبر مني بعامين، وكانت يا ربي تسمح ليا لا زين لا اداب. ومن اللبس اللي كانت كتلبس كان باين العربون، باين انها ماشي مرة تصلح للزواج، وكانت خفيفه اكثر من القياس. والديها كانوا واحلين معاها، داكشي علاش كانوا باغيين يزوجوها على امل انهم يربطوها شويه. وهادشي كامل ما كانش هام الام ديالي. كانت بدات معايا هذا الموضوع وقلت لها باللي اخر مره غنهضروا فيه، حيت انا اصلا خاطب وكنوجد راسي باش ندير العرس. ولكن الام ديالي هذا الموضوع ما بغاتش تحيدو من فمها، كنصبحوا به ونمسيو به. وفي الوقت اللي كانت خطيبتي وعائلتها كيتسناو امتى نحدد معاهم نهار العقد، حيت كان خوها اتصل بيا وقال لي باللي راه خاصنا نديروا نهار العقد، وقال لي باللي هما غيوقفوا معنا وغادي يعاونونا. خوتا كان مسك عليهم الله. كنت مضطر انني نعطيهم شي تاريخ، قلت لهم تقريبا من دابا شهرين غنكون موجود راسي ونديروا العقد، ومن بعد نتكلموا على الامور د الزواج. وفي نفس الوقت اللي عطيتهم تاريخ ديال العقد باش غنضربوا العقد انا والبنت، الشيطان لعب بيا وتقربت من هذيك بنت جيراننا بالمساعده ديال الام ديالي اللي بقات كتعمر ليا في راسي من جهتها. وما عرفتش كيفاش درت، تلقيت راسي داخل خارج معاها. وطمعت حتى انا، طمعت باللي نمشي لاوروبا وندير الفلوس وندير الاملاك تانا وندير الطوموبيل اللي بغيت. الشيطان عمل لي عينيا. الوقت اللي خطيبتي مسكينه كانت كتوجد النهار اللي غادا نضربوا فيه العقد، حيت خوتها وركوا عليها بزاف، قالوا ليها هادشي طول والجيران كلهم ساقوا الخبار وانتم باقي ما بغيتوا تزيدوا تاخذوا لقدام. داكشي علاش اضطروا انهم يعاونونا. الوقت اللي هي هادشي كامل مستحملاه على قبلي، انا كنت داخل خارج مع ديك بنت الجيران.
وفي الوقت اللي كانت فيه خطيبتي اللي كانت كتبغيني من كل قلبها، البنت اللي عمرني ما سمعت منها كلمة العيب، لا منها لا من عائلتها، البنت اللي لعبت لها حتى في المستقبل ديالها، حيت انا بيدي جلستها من القرايه وعدتها انني نبقى متكفل بها وهازها العمر كامل. والبنت تاقت فيا، كانت كتحاول دير الماء منين يدوز، كانت ديما كتلقى لي المبررات. هذيك البنت اللي كانت ملاك في هيئه بشر، عمرني ما شفت منها كلمه ديال العيب ولا شي تصرف ديال العيب. في هذا الوقت اللي كانت هاد بنت الناس جالسه كتسناني امتى يوصل علينا النهار ديال العقد، وكتسنى امتى نقول لها النهار ديال العرس باش نجمعوا في دار وحده. انا في هذا الوقت كانوا عندي مخططات اخرين، الشيطان غرني، وليت داخل خارج مع ديك بنت جيراننا، ودوات معايا على الزواج، واتفقنا على كل شيء، وطمعتني بالفلوس وطمعتني بالطوموبيل وطمعتني بالمستقبل. وفي الوقت اللي انا مازال معاها كنوجدوا المستقبل ديالنا والزواج ديالنا، وغتمشي وتطلع ليا الوراق باش نمشي عندها لفرنسا. نسيت باللي ديك بنت الناس اقل حاجه كان خاصني نعلم دارهم ونفسخ الخطوبه ونقول لهم بلي ما بقى لا عقد لا والو. انا ما درت حتى حاجه من هذا الشيء، ما عرفتش فين كان عقلي في ذاك الوقت، ما بقيتش عاطيها حتى وقت. ولات من بعد ما كنت انا اللي كنبقى نعيط ليها ونعيط ونصوني ونصيفط في الميساجات، كانت مسكينه كتضل نهار كامل تصوني عليا، وملي كتعيا كتبقى تصيفط ليا في لي فوكال وفي الميساجات غير باش تعرفني واش انا لاباس عليا ولا لا. ومن الفوكالات اللي كانت صيفطات ليا هذاك الوقت والباقي لدابا كنتفكروا كيأثر فيا، كانت مسكينه قالت لي انا راه ما كنبغيش نصوني عليك ونعيط عليك باش ما نبرصتكش، انا راك عارفك خدام بالليل وبالنهار كتجمع الفلوس باش يلا نقدروا نتزوجوا. هذاك الوقت كنت انا عايش الحياه مع خطيبتي الجديده اللي ما كانش سايقه ليها هي اصلا الاخبار، وبقيت غادي بحال هكاك حتى غادا تبقى لينا غير 2 سيمانات على العقد، وتما غنفرقع عليهم الرمانه، حيت الام ديالو غادا تجي عندنا للدار وغادا تدوي مع امي وغتقول ليها باللي شافت بحال ما بقيناش مهتمين بهاد الخطوبه وبهاد العقد، باللي انا ما بقيتش كنجاوبهم في التليفون، وبغات تعرف اش كاين حيت ولادها كانوا ضاغطين عليها بزاف. الام ديالي كان الراي ديالها واضح في هاد الشيء، ما عطاتهاش راس الخيط، بقات غير ساكته. خلاتني حتى جيت انا وجبدات الموضوع، وهي تقول لي قدامها، قالت لها سمعي لالا، باقي ما درنا في الطاجين ما يتحرق، حتى دابا جا الوقت اللي نقول لك اللي كاين، انا ولدي راه ما غاديش ياخذ بنتك، هذاك الشيء غير مكاتب، الدري راه خطاب بنت اخرى، وراه حنا دايرين السيمانه الجايه غنمشيو نديروا العقد. المراه مسكينه ملي سمعت ديك الهضره صافي وجهها ابيض، كانت غادا تموت، ما بقات عارفه ما تقول، صافي الكلام تسالى ليها، وبقات كتشوف فيا واحد الشوفات ليومنا هذا عمرني ما نساهم. حسيت براسي احقر واندل انسان على وجه الارض. الشوفات ديالها ترجموا كاع داك الكلام اللي كانت غتقولوا ليا، حيت هي من نهار تخطبنا وهي واقفه معايا، كانت هي اللي ضامناني قدام ولادها، كتقول لهم هذاك راه ولد الناس ومعدنو مزيان وعمره ما غادي يفرط في اختكم. بقات تقريبا 3 دقائق وهي جالسه وكتشوف غير في الحيط، صافي وقفات وجات حتى لحدايا وقالت لي حسبنا الله ونعم الوكيل 3 المرات ومشات بحالها. من تما عمرني ما بقيت شفتها. دوزت ديك الليله في العذاب، حيت كانت كتعيط ليا وكتصوني عليا وتصيفط ليا الميساجات وانا ما كنتش قادر نقراهم ولا نشوفهم، حيت عارف راسي كنت كنبغيها بزاف، بحال كنت كنقاوم قلبي. لا مشيت حتى قريت شي ميساج ديالها وسمعتها كتبكي غنقدر نضرب كل شيء في الزيرو. هادشي اللي وصلت ليه، داكشي علاش غادا نبلوكيها. بلوكيتها من كل شيء صافي، ودرت بحال عمرني ما عرفتها، وحطيت حجره على قلبي ودرت الخاطر لمي، ورضيت شيطاني ورضيت الطمع ديالي. خليت هذيك الملاك اللي عمرها ما ضراتني بشي حاجه وكانت مستعده تعيش معايا غير على حصيره بحال عمرني ما عرفتها. وكملت مع العروسه الجديده من بعد ما درنا العقد ومشات، من بعد تقريبا ما كاملاش عام غادي يطلعوا لي الوراق ديال فرنسا وغادي تجي للمغرب وغادي نديروا العرس ديالنا وغنمشي معاها. ضحيت بقلبي وضحيت بديك بنت الناس باش نحسن المستوى ديالي وديال عائلتي. وفي هاد اللحظه اللي كنعاود لكم هاد الشيء داز تقريبا 10 سنين، نقدر نقول لكم ضيعت فيها 10 سنين من عمري من شبابي، ضيعت فيها راسي وضيعت فيها قلبي. خدمت وضربت الثمره ديال بصح، شريت الدار وشريت الطوموبيل وهزيت دارنا وقريت خوتي. حاليا خوتي كلهم كملوا قرايتهم وكل واحد بدا كيشق طريقه في بلاصه، ودرت للام ديالي داك الشيء كامل اللي كانت كتحلم به. اما بالنسبه ليا من بعد 10 سنين كنلقى راسي خرجت من علاقه
اللي نقدر نقول لكم عليها انها كانت علاقه فاشله من الاول ديالها. لقيت راسي مع مرا عمرها ما بغاتني، مرا كانت كتبغي غير راسها، ما مربياش، مرا كانت باغا تحكم فيا وتسيرني كيما ما بغات هي، ما كتحترمنيش. مع انني ولدت معاها جوج ديال البنيات وكنت خدام وقايم بالمسؤوليه وهز المسؤوليه ديال الدار كامله. المراه اللي كانت باغا تسيرني على المزاج ديالها كانت هي اللي باغا تحكم في الدار، كانت ديما مع صحاباتها، ديما خارجه، ديما مسافره. صافي وصلت لواحد النقطه لقيت راسي باللي ما بقيتش قادر نكمل، ومع ذلك ما بغيتش نفرط في بناتي. كنتفكر هذيك بنت الناس اللي كنت سمحت فيها وفرطت فيها وذنوبها اليوم كيخرجوا فيا. وبالرغم على هاد الصبر كامل اللي صبرت مع هاد المراه على قبل بناتي، مؤخرا كنتفاجئ انها رفعات عليا دعوه ديال الطلاق وقالت لي باللي انني لما طلقتهاش وعطيتها جميع المستحقات ديالها ونتنازل ليها على الطوموبيل ونتنازل ليها على الدار اللي ساكنين فيها واللي حاضنه فيها على البنات، غادي تمشي وترفع ليا دعوه ديال العنف الاسري. وانتم عارفين في اوروبا العنف الاسري شنو كيحكموا على مولاه. ما خلاتش ليا شي اختيار، وانا ما نكذبش عليكم وصلت انا لواحد النقطه ما بقيتش قادر نستحملها. اضطريت انني نجمع باليستي ونخرج من ديك الدار. انا حاليا في المغرب، ملي جيت للمغرب وانا جالس ما كنخرجش من الدار، حتى الخدمه ديالي في فرنسا سمحت فيها. ما بقيتش عارف واش نرجع ولا نجلس في المغرب مره وندير بحال عمرني ما تزوجت وعمرني ما ولدت. والصوره ديال خطيبتي الاولى ما كتحيدش من عينيا هاد السنوات كلها، خصوصا مؤخرا ملي طرا معايا هاد المشاكل كلها. مشيت سولت على البلاصه اللي كانوا ساكنين فيها وقالوا لي باللي راه تحولات والناس عارفينها فين ساكنه، وتبعتها وسولت عليها وتبعتها حتى شفتها، ولكن هي ما شافتنيش. عرفت باللي داك الوقت اللي كنت خليتها وسمحت فيها وبسببي كانت دخلات في واحد الحاله هستيريه، كان جاها اكتئاب من وراها وبقات تقريبا شي عامين وهي كتاخذ دواء وكتعالج. ومن وراها غادا تدفع باكليب وغتكمل قرايتها وغتشد شي ديبلوم، وحاليا خدامه في واحد الوكاله ديال الاصفار. انا تبعتها وشفتها من اتساع. ما نقول لكم العمر ما دا فيها والو، عاد ما زادت زيانت. والحاجه الزوينه انها ما تزوجاتش. انا متاكد انكم غتقولوا عليا باللي انا اناني وعزيز عليا غراسي، وباللي هي كان خاصها تلاقى مع واحد اللي غادي يتهلا فيها ويعرف قيمتها. ولكن ما نكذبش عليكم، انا ملي عرفتها عمرها ما تزوجات فرحت وزادني امل انني نمشي عندها ونطلب الناس السماحه ونعوض ليه هذاك الشيء كامل اللي درتو فيها. انا عاهدت راسي انها لا عطاتني فرصه غادي نديرها فوق راسي، وعمرني ما غادي نغيرها ولا غادي نضرها. والغلط اللي طحت فيه عمرني ما غنعاودو. انا كون رجع بيا الزمان عمرني ما كنت غندير يدي في هذيك، وعمرني ما كنت نسمح فيها، وعمرني ما كنت نسمع. دابا اللي عطا الله عطاه، ما بقى قدامي حتى شي حاجه غير انني نمشي نطلب من الناس السماحه. ولكن واحد الراس كيقول لي ما تمشيش، حيت هي لا شافتك اكيد غادا ترفضك وعمرها ما غتعطيك فرصه اخرى. ما بقيتش عارف اشنو غندير، حاليا عايش واحد الصراع كبير. كنتمنى انكم تنصحوني. انا عارف باللي بزاف منكم غادي يعايرني وغادي يسبني وغادي يقول باللي انا شماته وماشي راجل وباللي انا طماع واناني. انا هادشي اصلا كنقوله على راسي وانا معترف بالغلط ديالي، ولكن انا قطعت عهد قدام سيد ربي انها لا مشات عطاتني فرصه اخرى غندير ليها اللي ما يدار، غنهزها فوق راسي وعمرني ما غنغيرها ولا نخسر ليها خاطرها. وتم عائلتها وخوتها مستعد نمشي عندهم ونبوس لهم على ريوسهم وعلى يديهم ونطلب منهم السماحه من الكبير حتى للصغير، والام ديالها نفس الشيء. كنتمنى خوتي تعاونوني غير بالنصيحه وبالدعاء. انا راه حالتي هاد الساعه عالم بها غير سيد ربي.